يعني بنقعد نقول بقى الضيوف ولو حد جالنا ومش عارف ايه وكده. فلا، دي فكرة كده مجنونة، وانا قلت والله لا اقوم اعملها على طول. بصوا ما فكرتش، قمت على طول نفذت. المهم هنا بقى ايه، انا مش عارفة هو ظاهر لكم. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. حطوا اللايك واشتركوا عندي في القناه عشان تشوفوا كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا ندخل على الشغل على طول. بصوا بقى، انا اول حاجه هنا كده كان عندي آه انا عملت حاجه كده مجنونه شويه. حطيت الانتريه، بدل ما هو كان في الصاله دخلته في اوضه الاطفال. يعني مؤقتا كده، هبقى اقول لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه انا عملت كده ليه. وخرجت السراير بره. تمام. فمحدش يضحك، هي دي حاجة محدش عمره عملها يعني، بس انا هقول لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عملت كده ليه. المهم بقى، بعد ما نقلت السراير بره وكده، طبعا كان الأوضة دي بقى فيها حاجات كده زيادة. كانت مكركبة يعني، فكنت مكسلة اعملها، فقلت يلا بقى هعملها. كان فيها بقى الكتب بتاعت كنزي، وفيها شنط بتاعتي، وشوية حاجات كده ملهاش علاقة ببعض. كان فيها كمان السبت ده بتاع الغسيل، والكرسي بتاع زين. وتحت كده كان في السراير متشالة اللي هي شنطة المعالق دي اللي انا متجوزة بيها. وبس. وده كان عندي كده الدرج بتاع التلاجة كان اتكسر. هو اتشرخ، بس انا خلاص يعني مش عايزة استخدمه تاني، مش هينفع. فكنزي كانت حاطة فيه اللعب كده بتاعتها وبتلعب بيه. فبصوا الأوضة يعني فيها حاجات من كل حتة. هنا بقى دول كانوا شوية غسيل كده قليلين، متطبقين يعني، والمصحف واللابتوب. فضيت الأوضة طبعا، هو أول حاجة من كل ده. وهقول لكم الشنط السودا دي فيها ايه. اول حاجه بقى هنا هخرج المخدات الكبيره دي، عشان انا عايزه انفض الانتريه تنفيضه حلوه عشان كان فيه تراب. ويعني مش عايزه حاجه تضايقني بقى وانا بنفض وكده. فخدتهم خرجتهم بره كده على جنب على باب الاوضه. بعد كده فتحت بقى الستاره وقلت افتح الشباك ايه اهوي شويه. عايزه اقول لكم هنا كان الساعه تقريبا 12 بالليل. كان زين نايم، فقلت يلا بقى الحق ايه اعمل حاجه كده وهو نايم عشان بيقعد يعيط يعني. ففتحت الأوضة بقى كده تتهوى شوية، ونفضت الكراسي. برضو زي كل فيديو هقول لكم كان نفسي اشفط الكنب وكده بالمكنسة. بس برضو كان نايم وخفت اشغل المكنسة منه. هو تقريبا المكنسة دي انا خلاص كده مش هستخدمها تاني إلا لما زين يكبر. بس فهو الحمد لله يعني مكانش فيه حاجات كتيرة واقعة تحت وزي قشر لب وكده، لا كان فيه فتافيت كده قليلة اوي. بصوا بقى هنا الانتريه عندي. بصوا هو السفنج بتاعه عالي اهو، الحمد لله مش هبطان ولا حاجة. هو بس انا كل مشكلتي معاه ان هو الرسومات اللي عليه دي قطيفة كده حفر. فاهمني؟ فهي مش سوء استخدام يعني مني ولا حاجة، لا هي قشرت لوحدها. فلونها راح كده وايه شكله مبقاش عاجبني وبقى مضايقني. فانا قلت ايه بقى، ادخله الاوضه عشان انا خلاص مش حابه اشوفه تاني بره في الصاله. وحطيت السراير بره يعني تغيير، فاهمني؟ تغيير شويه كده. كده كده انا محدش بيجيلي يعني، يعني بنقعد نقول بقى الضيوف ولو حد جالنا ومش عارف ايه وكده. فلا، دي فكرة كده مجنونة، وانا قلت والله لا اقوم اعملها على طول. بصوا ما فكرتش، قمت على طول نفذت. المهم هنا بقى ايه، انا مش عارفة هو ظاهر لكم ليه لونه. يعني مش عارفة لونه بهتان كده، بس هو مش قوي كده يعني. بس هو ممكن يكون فرق اضاءة، شايفين؟ بصوا الاضاءة بتعمل ازاي. المهم انا هنا كده ايه، طبعا هو الانتريه هنا ايه يعني مضيق الأوضة صغيرة شوية عليه. فقلت هعمل ايه بقى، هكنس كده تحت كل حاجة. يعني تحت الكنبة الأول هكنسها، وبعد كده هلمع بالشرشوبة على طول. ده بقى معطر فريدة، ده عايزة اقول لكم حلو قوي. هو تقريبا ب30 جنيه ومكتوب عليه بريحة النظافة. بصوا حلو بقى تستخدموه في بخاخة كده معطر للفرش. وبحط منه كمان
لو مشغله دورة غسيل او كده زي الداون، يعني بيخلي الغسيل حلو قوي وبيثبت بقى وريحته تحفة. بس فحطيت منه هنا في المية بتاعة المسح، لمعت الارض على طول الحمد لله، يعني مكانش فيها حاجة. هتشوفوا بقى الأوضة في الآخر شكلها كان ايه وبقت ايه. هنا بقى كده كنت خلاص لمعت وقلت هزق الكنبة دي. آه طبعا الكنبة التانية اللي ورا الكبيرة دي يعني ما كنتش عارفة اعملها قدامكم، فعملتها يعني من ورا الكاميرا، وبعد كده ايه جبت الكرسيين دول قلت اعملهم بقى معاكم. زقتهم برضو نفس الكلام، وكنست كده بالراحة خالص لو في اي تراب ناعم او حاجة، يعني عشان ما بهدلش الارض وكده. بس ونفس الكلام برضو لمعتها كده تلميعة سريعة، والحمد لله الأوضة خلصت مني على طول. انا كان بقالي يومين نقلة السراير برا وسايبة الأوضة دي كده زي ما هي، فاهمني؟ بفكر بقى ايه اعمل لها ايه، هفرشها ازاي كده يعني. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي في الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتحطوا اشتراك، ده دعمكم ليا، وان شاء الله القناة تكبر بيكم. هنا بقى خلاص كنت خلصت تحت كل الكراسي. اخر حاجة بقى دايما بحب اعملها في النص كده، عشان ايه يعني انا بفضل رايحة جاية، يعني مش عايزة ابهدل الارض تاني مكان رجلي وكده. بصوا بقى هنا شايفين السيراميك بيلمع ازاي؟ ده اللي على الشمال ده الدولاب. انا خرجت بس السريرين وسايبة الدولاب. هنا بقى كان عندي فرش كده اللي هو بتاع الانتريه ده، هو بيبقى كنبتين كده وكرسيين، وهو فيه كنار كده زي دانتيل كده او زي اورجانزا، بس انا ما حبيتش ابينه يعني المرة دي. خلاص الحر جاي بقى والحاجات دي بتضايق في القعدة وكده، فحطيته بصوا على الظهر، بعدين حطيته كده فرشته عادي. حسيت ان هو شكله مش حلو كده، فروحت شده شوية وعملته من تحت الشلت. بصوا زي ما انتوا شايفين كده كده الشكل احلى. رجعت بقى المخدات كده على الوش التاني برضو اللي هو السادة، انا بحب كده قوي. بصوا بقى خلصت ونزلت الترابيزة دي وجبت المفرش الابيض ده. بس وعايزه اقول لكم الاوضه بقت جميله قوي وهاديه كده، فاهميني؟ ويعني تحبي تقعدي فيها. انا بالليل بقى لما بينام زين وكده بدخل بقى اقعد فيها بالليل، لو في فيديو مثلا هعمل له مونتاج او حاجه في الهدوء كده مع نفسي، ويعني تغيير شويه. خلصتها بقى كده وبصوا بقت زي الفل. كان ناقص بس اخر حاجه ان انا اعطر او ارش حاجه حلوه يعني فيها. آه تخيلوا بقى انا رشيت ايه، انا رشيت ميه ب ديتول اللي هو المركز. انا عندي بحطه كده في بخاخة دايما وبرش فيه بيه، يعني على اي حاجة انا بحب ريحته قوي، بحس المكان كده ريحته نظافة ومتعقم وكده. ساعات ارش ده وساعات ارش اللي هو المعطر الفريدة ده. هي البخاخة دي عندي كده على طول بملاها لحد 3/4 كده مية، والباقي غطا ديتول. يلا بقى لو وراكي حاجة كده ومكسلة شغلي الفيديو ده وخلصيه، واهم حاجة تحطي اللايك وتشجعي كده واعملي زي ما انا عملت. بس يا حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. استنوا مني ان شاء الله فيديوهات تاني كتير. واشوفكم على خير، ويلا مع الف سلامة.